السلام عليكم. اليوم عندنا واحد القصة اللي غريبة واللي فيها ظواهر غراب. ما نكذبش عليكم، انا ملي قريت هاد القصة هادي ما بغاش يديني نعس ديك الليلة، حيتاش فيها شي ظواهر اللي غراب وفيها بزاف ديال الحوايج اللي خلاتني انا نبقى نفكر فيهم ليلة كاملة. وهاد القصة هادي غنعاود على لسان الشخص اللي وقع له هادشي هذا كامل. وهاد القصة هادي حقيقية، وقعت في المغرب. وما عليا نقول لك غير انا بطريقتي تصنت واستمتع وشد بلاصة ترونكيل، قهوة ولا تتحلي بيهم الكيسة. بدينا. وبديت الخدمة ديالي في الصباح بكري كيف العادة. كانت ديك الخامسة ولا الربعة الصباح. شدينا الطريق ومعايا ديك الكريسون اللي كيعاوني انا في الطريق. مرة كنتبدلو انا وياه حيتاش الطريق كتكون طويلة. مرة كيعاوني هو على السوكان. المهم قلنا بسم الله وشبرنا الطريق ديالنا، تقريبا ضربنا واحد 4 ساعات ولا 5 ساعات. المهم تقريبا توصلت ل4 العشية بالضبط، وبغينا نرتاحو. وفي الطريق ديالنا كاين بزاف د الباحات الاستراحة اللي كيكونوا، وانا اخترت واحد الباحة اللي صراحة فيها بزاف د الحوايج اللي نقدر مثلا انا نستافد منهم ولا يستافدوا منهم الركاب ديالي. مثلا كيكونوا فيها القهاوي، فيها مطاعم، فيها حوانت، فيها بزاف د الحوايج اللي الانسان يستافد منه. المهم بقيت شابه الطريق وكتبان لي ديك الباحة الاستراحة بعيدة، يعني تقريبا واحد 10 دقائق باش نوصل لها. حتى لواحد الساعة كنحس بشي حاجة اللي ضربتها مع الرويضة، ماشي حجرة. شنو هادشي هذا؟ شبرت انا، وقفت الكار ديالي على جنب الطريق وهوت بغيت نشوف شنو هادشي هذا، وتصدمت واحد الصدمة اللي كبيرة. دبرت انني ضربت واحد الحيوان اللي ما معروفش. غنوصف الشكل ديالو ما غنوصلوش لديك الشكل اللي شفتو انا. كان كيبان من الحيوانات السحيفة. انا ملي شفتو هيداك شفتو ميت، غنعدل كما كيعدل اي واحد. مشيت شبرتو هيدا من الديل ديالو وجريتو على الطريق وسيبتو فواحد الخندق. صافي مشيت للكار ديالي، شبرنا الطريق وكملنا الطريق ديالنا. وهادشي الخوت عادي بالنسبه لي حيتاش ماشي اول حيوان اللي غنضربو. كاين كيخرجوا حيوانات في الطريق بالصدفه وكتلقاك انت ضاربو وما قاصدش. انا داك الحيوان هذاك كون شفتو انا في الطريق مثلا، بطبيعه الحال غادي نتجنبو ولا غادي نوقف حتى يدوز وغنكمل الطريق ديالي. ولكن انا ما شفتوش وما كنتش عارف بلي هذاك اللي قتلته ماشي حيوان اللي عادي. صافي حنايا وصلنا لديك باحات الاستراحه ونزلت. انا ملي نزلت من الكار كنحس براسي ماشي هو هذاك، كنحس براسي واحد الحريق في الراس ماشي عادي. كنبغي نقول واش الشمس ضرباتني ولا شي حاجه، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. مشيت خديت واحد الباستيه اسبرو وشربتها، ولكن واخا هيداك ما عملت لي والو. شربت وحده اخرى ولكن حتى هي ما عملت لي والو، بالعكس هاد الحريق د الراس ماشي هو كيتزاد. وحتى الشهيه د الماكله ما كانتش عندي. المهم رجعنا للترونسبور ديالنا ورجعوا جميع الركاب وحاولت انني ننسى هاد الحريق هذا ونركز على الطريق، حيت عندي مسؤوليه كبيره وما خصنيش ننساها في الطريق. المهم تقريبا ضربنا واحد 3 ساعات الطريق. وصلنا لواحد الطريق اللي خاويه وفيها الغابات والظلام وقليل فيك تدبر شي طوموبيل دايزه. مع الطريق حسيت براسي ماشي هو هذاك، وحسيت بالراس ديالي غيطرطق بالحريق. وقلت نمشي نرتاح عندك نصدق عامل شي حادثه الله يستر. صافي عيطت للكريسون اللي معايا وقلت له اجي شبر البلاصه ديالي وانا غادي نمشي نرتاح حيت كنحس براسي ماشي هو هذاك. مشيت حتى لاخر الكار وبغيت نرتاح. وفي النورمال انا في النعاس ديالي كنعس ساعه 2 ساعات المكان وكنوض نكمل الطريق باش هذا كيرتاح هذا. اما في هاد النعسه هادي اللي نعس طولت بزاف. وفي هاد النعسه هادي حلمت بزاف الاحلام وهاد الاحلام كيتعاودوا، احلام ماشي عاديه. الحلمه اللي حلمت بلي انني غادي في الطريق وضربت واحد السيد، وملي نزلت كنشوفو بلي انا داك السيد كيموت. والحلمه الثانيه هو انني حلمت ان انا هو ديك السيد هذاك اللي ميت، وهذاك اللي ضربني هود وشبرني من رجلي وحيدني على الطريق. المهم الاحلام ربجاتني شي شويه، وكنت كنحلم شي مخلوقات اللي في شكل ما نقولوا انسان ما نقولوا حيوان. وفيما كنبغي مثلا انني نفيق من الاحلام كنفيق، ولكن كنحس براسي باقي خصني انني ننعس. بقيت على هاد الحال هذا حتى وصل النص د الليل، تقريبا ديك الوحدة د الليل.
أنا ملي فيقت شُفت في الساعة تخلعت كنقول كيفاش الوحدة وأنا باقي ناعس، مشيت عند الكريسون كنجري قُلت له: "أشريف علاش ما فيّقتينيش؟ راه وقيلة تابعاني حتى أنا الخدمة وحتى أنا باغي نسوق وباغي نريحك حتى نتينا عاود." قال لي: "أشرف أنا من الصباح وأنا كنفيقك، ولكن نتا ما بغيتيش تفيق." قال لي: "شرب شي دوا د النعاس، شحال من بعد هاد الاستراحة وقفنا فيها وعيت ما نفيقك باش تنوض زعما تصلي ولا تاكل ولا شي حاجة ولكن نتا ما بغيتيش تفيق." المهم قال لي: "داك البسكوي اللي كيعجبك ها هو تما جبتو لك قبيلتي من واحد البعاد الاستراحة، كولو وأنا غنمشي نرتاح شي شوية." وكملت الطريق صافي. أنا ملي كليت وصلت للبسكوي حليتو عطيت منو كنحس بداك البسكوي قاصح. أنا ملي كليت البسكوي كليتو في الظلام حيتاش نورمال ما نقدرش أنا نشعل الضو والمسافرين كاينين وانتوما كتعرفوا الليل يعني أغلبية غادي يكون ناعس ميمكنش أنا نديرونجيهم مثلا بالضو ديالي. ولكن أنا ملي شُفت داك البسكوي قاصح بغيت نعرف شني كاين، حليت الضو ديال الكار وكنشوف في اليد ديالي هيدا كندبر البسكوي فيه الدود، الدود بيض وديك الدود شكل. أنا ديك الساعة صافي سيبت ديك البسكوي هيدا وبقيت كنبزق حاشاكم اللي شافني الكريسيون التاني قال لي: "ياك لاباس؟" قلت له: "اش هاد البسكوي اللي جبتي لي اصاحبي راه مشالو التاريخ اصاحبي داعينا كيفاش عامل." قال لي: "فين هو وري لي هاد البسكوي اللي جبت لك مشالو التاريخ." قلت له: "هو مسيف في الزنقة صافي." قال لي: "لا صبر أنا غنمشي نشوفو بيدي." ملي خرج شافو جا عندي قال لي: "فين هو هاد الدود؟" أنا ملي شفت داكشي هداك تصدمت حيتاش أنا بعيني شفت بلي أنهم فيهم الدود خارج، لكن ملي شفت داكشي أنا ما عرفت حتى شي حاجة، يعني أنا علاش شفت الدود تما وهو ما شاف حتى شي حاجة. المهم بقينا مونسين أنا وياه في الطريق واحد الساعة قلت له: "شوف مشي ارتاح نتينا ونهار نحتاجك ديك الساعة اجي غومبلاسيني في الطريق." المهم أنا كملت الطريق ديالي في ديك الظلمة، نتوما عارفين الطريق خاوية وما فيها حتى شي طونوبيل ماشا ولا شي ضو ولا شي دار أصلا. حتى واحد الساعة كيبان لي واحد السيد من بعيد واقف جنب الطريق وكيشير لي بواحد اللمبه في يدو. انا ملي شفت داكشي هذاك استغربت كنقول كيفاش كاين واحد الشخص هنايا وبوحدو في هاد الليل في هاد الغابه وبوحدو مشكل. انا ملي شفتو قلت واقيلا شي واحد وقف اون هنايا وبغى شي مساعده. من طبيعه الحال انا ماشي في الطريق وما كاين حتى شي واحد، من طبيعه الحال خصني نساعدو. وبصح انا ملي قربت ليلو كندبر الطونوبر ديالو واقف على جنب الطريق وهو اللي كاين تما. صافي انا وقفت جنب الطريق ونزلت من الكار ومن طبيعة الحال المسافرين اللي معايا حتى هما فاقوا. انا هوت وشفت الطونوبير اوفري كانت الطونوبير فيها ضرابي كتار يعني عامله كتيده. صافي انا ملي نزلت كما قلت لكم شفت ديك الطونوبير هيداك مضروبه وما فيها حتى شي واحد. انا ملي دورت هيدا كنبقاش على داك السيد هذاك اللي شير لي ولكن ما كندبرلوش الاثر. نزلوا شي ناس من الركاب ديالي اللي كانوا في الكار قالوا لي: "الشريف علاش وقفتينا هنايا في هاد الخلا؟" قلت لهم: "راه وقفني واحد السيد هنايا وكيطلب مني انني نعاونو." كيقولوا لي: "الشريف راه ما كاين حتى شي واحد." وبصح انا ملي شفت هيدا وهيدا ما كندبر حتى شي واحد. وديك الركاب قالوا لي بلي هاد الكسيده هادي راه باينه بلي ان مولاها يا اما يكون مات يا يكون في القبر. واش بصح انا كنتوهم عاود. صافي رجعنا للكار انا والركاب ديالي وشديت الطريق، ولكن في الطريق انا ساهي وكنفكر في هادشي اللي وقع. كنقول مع بالي واش انا بوحدي اللي كنتوهم اولا انا بوحدي اللي شفت داك السيد هذاك، واش كان بصح داك السيد اولا ما كانش. المهم بقيت مرون شي شويه في الطريق وحسيت براسي ماشي هو هذاك. واحد من الركاب اللي كانوا معايا جا عندي وقرب لي قال لي: "اسمعني." قال لي: "انا سائق الشاحنه وحنا عارفين باللي ان الانسان ملي كيكون بوحدو راه كيسهى وكيوقعوا له بزاف د الحوايج وخصوصا ملي كيكون ما كيهضر مع حتى شي حاجه والليل. عليها انا جيت قدامك وبغيت زعما نونسك ونهضر معك وإلا بغيتي من الفوق انني نعاونك في السوقان." قلت له: "ما يحتاجش حيتاش ممنوع عليا انني نعطي ترونسبور لشي واحد اخر من غير الكريسون اللي معايا." المهم السيد اللي كان معايا بقى مونسني بالهضره وانا ما بصراحه ما كنتش مركز معاه حيتاش كنت ملهي بهذا الشيء هذا اللي وقع اليوم وزيدون كنركز شي شويه مع الطريق باش ما توقعش شي حادثه الله يحفظ. بطبيعه الحال كنت كنجاوب ديك واخا مزيان باش ما يحسش بانني ما كنسمعلوش ولا نتجاهلو. حتى واحد الساعه صافي بقيت غادي في الطريق حتى كيبان لي واحد السيد جنب الطريق كيشير لي عاود. واش عاود كنتوهم
صافي أنا شفتو وتجاهلتو، قلت من الأحسن بلا ما نوقف، حيتاش عندك يكون أنني كنتوهم عاود ولا شي حاجة. صافي كملت الطريق ديالي واحد المسافة، عاود كيبان لي واحد الشخص كيسير لي، وملي حققت فيه دبرتو هو داك الشخص اللي كان كيشير لي المرة الأولانية. وهاد السيد هذا اللي شير لي ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة، يعني بزاف د المرات تعاودت في الطريق. أنا داك الشي خلعني ما عرفتش كيفاش نتعامل معاه، وتفكرت بلي أن كاين شيفور قدامي، دورت عندو قلتلو: واش شفتي داك الشي اللي شفت أنا؟ واش شفتي واحد السيد كيشير لي؟ قال لي: لا. قال لي: أنا ما كنشوف حتى شي حاجة. قال لي: واقيلا نتينا غير كتهلوس وواقيلا عييتي. شوف أنا نعدل معاك واحد الحاجة اللي مزيانة، خليني أنا نسوق وانتينا مشي ترتاح. قلت له: لا لا، ما نقدرش نعطيك ترونسبور، هو كاين الكريسون معايا وانا واقيلا غادي نعيط له باش يجي يكمل الطريق، حيتاش انا كنحس براسي ماشي هو هذاك. قال لي: صافي ماشي مشكل، انا نرجع عند البلاصه ديالي وغادي نتسكى، والله يثبتك على هاد الطريق. صافي السيد اللي كان معايا رجع للموطع ديالو وتسكى، وانا كملت الطريق ديالي. انا واحد الساعه كنشوف باللي شي ناس قاطعين الطريق، ملي ضربت فيهم الضو كنشوفهم ماشي من بني ادم، يعني كيبانوا الشكل ديالهم غراب. وزيد عليها بلي هما كانوا ماشيين وكانوا هازين في الدار ديالهم فحال المحمل. كنقول كيفاش واش كاين شي جنازة مثلا في هاد الخلا هادي؟ واصلا ما كاين لا ديور لا حتى شي حاجة، وعاد من الفوق انه جوج د الليل، كاين شي جنازة في جوج د الليل؟ ميمكنش. صافي انا ملي قربت لعندهم بديت كنخاف السرعة، حيتاش ما بغيتش يوقع لي نفس المشكل اللي عاودتكم في الاول. صافي بقيت ماشي بشوية بشوية بشوية، هما عاود كيهضروا بواحد الكلام اللي ما معروفش، بقاو كيتمتموا بشي هضرات اللي ما معروفاش. وهاد الجنازة هادي مبغاتش تخوي الطريق، بغيت نكلاكسوني ولكن ما قدرتش، حيتاش احتراما للجنازة ما جاتش انني نكلاكسوني عليهم. حتى لواحد الساعة كيفيق الكريسو اللي معايا جا عندي، قال لي: الشريف مالك ماشي بهاد السرعة هادي البطيئة وياك لاباس؟ قلت له: واش ما كتشوفش الناس دايزين والجنازة كاينة، حشومة انني نفوتهم ولا شي؟ قال لي: بسم الله عليك، من جنازة وش من الناس وعلى من كتهضر؟ راه الطريق خاوية الشريف، كتشوفشي؟ انا ملي دورت راسي لعندو وهضرت معاه ورجعت راسي للطريق ما كندبر والو. شنو هادشي اللي وقع؟ والله ما بقيت عارف شنو هادشي هذا، بقيت مصدوم. وهادشي اللي وقع لي انا عمره وقع، وكان خصني ضروري نمشي نرتاح عندك الله يحفظ توقع شي كارثه. صافي ديك الساعه شيفور جا غومبلاصاني وانا رجعت للور ديال الكار. بغيت نشرب واحد الخرابي ديال النعاس، قلت له: الا عييتي ولا بغيتي شي واحد يعاونك راه كاين ديك السيد هذاك، راه هو شيفور ديال الرموك ويعاونك هو في الطريق. اما انا بلا ما تفيقني حيتاش عيان وباغي نعس وباغي نرتاح. صافي انا ملي نعس حلمت شي احلام اللي غرابين، وبقوه الغرابه ديالهم ما بقيتش عاقل عليهم بالضبط. صافي ملي وصلنا للوجهه ديالنا وصلت مهلوك ومسالي، حيتاش انا ملي كنشرب المنوم كنحس براسي مفسوخ مره، وطبيعي اي واحد مثلا كيشرب هذا الشيء ديال الكين ديال النعاس راه بطبيعة الحال كيتفسخ. صافي انا ملي وصلت مشيت قصدت الطبيب هو الاولاني وشرحت له، قلت له اشني وقع لي واشني وقع لي واشني وقع لي، زعما شرحت له كلشي. صافي انا ملي قلت له هادشي هذا كامل قلت مع بالي ما نعرف يكون ان قلة النوم ولا ستريس هو اللي كيعدل هادشي هذا، حيت ما عارفين بنادم ملي كيكون منعشي بزاف ولا فيه ستريس كيبقى يهلوس وكيبقى يدخل ويخرج في الهضره. الطبيب ملي جلست معاه بقى كيسقسيني وكنجاوبو هو كيسقسي وانا كنجاوب. صافي ملي سالينا ديك المحادثه ديالي انا وياه في الاخر قال لي: الشريف انت راه ما عندك حتى شي حاجه وما ماشي مريض ولا زعما فيك شي حاله اللي ماشي هذاك. ولكن انا استغربت كنقول كيفاش انا ما مريضش وشوف ديك الشي في الطريق. وزيد عليها ان الناس اللي كانوا معايا ما كانوا شافوا حتى شي حاجه، وانا بوحدي اللي كنشوف داكشي هذاك ما يمكنش. ومن طبيعه الحال الطبيب خرج لي شي كينات وشي حاجه اللي كتهدن. صافي انا ملي رجعت للدار تسكيت بغيت نعس، شرب ديك الدواء اللي عطاني الطبيب ونعس. وفي ديك النعسه هذاك حلمت بزاف ديال الاحلام، ومن الاحلام اللي انا ربجوني حلمت بلي اننا خارجين عائله مع بعضياتنا، انا ومراتي وجوج ولادي، والولد ديالي الصغير مشى كيجري في الطريق وضربته الطوموبيل وتوفى ديك الساعه. انا بغيت نتحرك وبغيت نجري البنين نشوفوا شنو واقع له وكذا، ولكن انا ما قدرش، يعني الرجل ديالي كنحس بليه لاصق في الارض، ما قدرش انني نجري. وانا واقف كنشوف واحد المنظر اللي
صدمني هو أن داك الشيفور هذاك اللي ضرب بني خرج من الطونوبيل ومشى عند بني هزو من الرجل ديالو وحايدو على الطريق وركب في الطونوبيل ديالو وكمل. واحد المنظر اللي صعيب بزاف. أنا ملي فقت من النعاس فقت مخلوع، وديك الساعة بديت كنربط الأحداث كنقول كيفاش وعلاش هاد الحلم هذا تعاود لي أكثر من جوج د المرات. واش عنده علاقة بديك الحيوان اللي ضربته أنا في الطريق؟ ما عرفتش. صافي أنا ملي شفت هاد الشي كتر عليا قصدت واحد الفقيه ديال الجامع قلت له واشني كاين واشني كاين واشني كاين، وأنني كنشوف شي أحلام ماشي هما هادوك. ديك الساعة قال لي الفقيه الله أعلم، أنت ما عارفش الله المخلوقات اللي خلق، وممكن أن ديك المخلوق هذاك اللي ضربته يقدر يكون من الجن وأنت ما عارفوش. والجن كيتجسد في أي جسم في العالم، يعني يتجسد في الحيوان كيتجسد في الإنسان. يعني نصيحة اللي نقدر نعطيك شريف هو أنك الصلاة ديالك ما تفوتهاش، والقرآن ديالك بطبيعة الحال خصك تقراه كل نهار، وخرج شي صدقة اللي قدرت تعاونك على هادشي هذا تحيد منه، وإن شاء الله غادي يكون على الخير. وبطبيعة الحال هاد الهضرة اللي قال لي الفقيه كاينة وأنا عدلت بها، بقيت بطبيعة الحال الصلاة ديالي دائما في الجامع، والقرآن كل نهار كنقراه، الصدقة بطبيعة الحال خرجتها. ولكن الحاجة واحدة هو أن الخدمة مبقيتش كنمشي لها على حسب حسيت براسي أنني مفشول وما قدرش أنني نكمل في الخدمة. صافي جبرت واحد الشهادة الطبية وحاولت أنني نرتاح واحد المدة. صافي أنا رجعت للخدمة ديالي كيف العادة، ورجعت بخير والحمد لله. ما كيجيني لا أحلام، ما كيجيني لا هلوسة، المهم ما كتجيني حتى شي حاجة اللي كتخليني أنني نتبرجط في الخدمة ديالي. صافي جبرنا الطريق، وكيف العادة أننا حنايا كنشبرو مثلا الطريق طويلة، يعني كتلقى 8 ساعات 9 ساعات حتى 10 ساعات وحنايا ماشيين في الطريق. صافي بقيت ماشي في الطريق حتى بدا كيطيح الظلام هيدا، وبقيت ماشي في الطريق ديالي. صافي ديك الساعة أنا ما كنحس بتا شي حاجة وما كيخرج لي حتى شي حاجة في الطريق، وعادي جدا. حتى لواحد الساعة كنحس بشي حاجة ضربت لي مع الرويدة عاود. اشنو هادشي هذا عاوتاني؟ صافي انا وقفت وشبرت البيل في يدي وهوت من الترونسبور وبغيت نضرب وايده تحت الطوموبيل. حتى واحد الساعه كنشوف شي وجه كيطلع عليا من الجهاد اللي اش هادشي هذا. هذيك الساعه تخلعت، ما عرفتش شنو داكشي هذاك. ملي ضربت البيل في الوجه ديالو كنشوف الوجه ديالو ماشي د البشر اصلا، شفت الجلده د الوجه ديالو بحال اللي محروقه والعينين ديالو كبارين. انا ديك الساعه ملي شفت هذاك غوت ورجعت لللاور. ديك الساعه سمعني الكريسون اللي معايا وهو عندي قال لي مالك الشريف ياك لاباس شنو وقع لك؟ قلت له انا ملي طلعت تحت الترونسبور بان لي واحد الوجه اخر كيطلع ليا من جهه الليل. حنايا صافي بقينا كندوروا على الترونسبور زعما بغينا نشوفوا هيدا شي واحد دايز من تما ولا شي حاجه باش نتاكدوا واش بصح انني شفتو ولا لا. ولكن ما كندبروا حتى شي واحد. صافي ديك الساعه رجعنا للترونسبور ديالنا وكملنا الطريق، وكيف كنقول مع بالي واش دابا هادشي هذا يتعاود لي عاود؟ واش غنبقى نهلوس؟ واش غنمرض؟ واش بزاف د الحوايج غيوقعوا لي عاود لي خايبين؟ واش غنبقى نحلم بزاف؟ المهم ضربنا تقريبا واحد 2 ساعات المكانه ديال الطريق، حتى لواحد الساعه الترونسبور غيوقف مره بسبب ان واحد البياسه مشات له وما بغاش يتحرك. صافي ملي نزلت انا نشوف داك العطل هذاك اللي وقع، صافي اكتشفت بلي ان هادشي هذا خصو الميكانيك ضروري، حيتاش خص الماتريال وخصت اصلا ديك البياسه، وديك البياسه ما كايناش. صافي ديك الساعات فهمت مع الركاب ديالي، قلت لهم بلي راه وقع مشكل في الترونسبور وغادي نتعطلوا بزاف، وانتوما غادي تمشيو مجموعه بمجموعه في اي ترونسبور غادي يبان. هما تفهموا الوضع وقالوا لي صافي من ديك الساعه بقى فيما كيبان شي ترونسبور راه كيمشيو معاه، حتى الكار ما بقى فيه حتى شي واحد، بقينا انا والكريسو اللي معايا. شويه عتبنا الطونوبيل ما جا، وقلت للمساعد ديالي مشي جيب ديك البياسه اولا جيب معاك شي ميكانيك اللي نقدر نعدلو الكار ونمشيو بحالنا. صافي ديك الساعه مشى هو، بقيت انا بوحدي مع الكار. واخا انا كنفهم في الميكانيك ولكن ما عندناش ديك البياسه اللي خصها تبدل، وما كاينش حتى الماتريال باش نبدلوها. صافي انا بقيت بوحدي في ديك الخلا وخوفان، والمساعد اللي معايا راه تقريبا غادي يتعطل 2 ساعات ولا ساعه ونص. انا صافي ديك الساعه دخلت للترونسبور وبغيت نعس، ولكن كانت الحراره بزاف وما قدرتش حيت الكليمه كانت مطفيه. صافي قررت انني غنطلع فوق الترونسبور باش نتكا، وهي هذيك نتبرد شي شويه. ان شاء الله بغيت نغمض عيني ولكن كنحس بشي حركه كدور على الكار. انا ملي سمعت داكشي هذاك
جاتني شي شويه د الخلعه، ولكن زعمت وطلّلت. ملي كنطلّل كندبّر جوج د العيال صغارين كيجريو مورا بعضياتهم وكيدورو على الطرونسبور، وكانت قدامهم واحد المرا واقيلا الأم ديالهم. عيطت لهم قلت لهم اشني كتعملوا نتوما هنايا وكيفاش وصلتوا لهنايا وانتم عارفين الخوت بلي هاد البلاصه هادي راه فيها غير الخلا وما فيها حتى شي دار. صافي انا ملي شفت ديك العيال صغارين كانوا عاديين وحتى الام ديالهم كانت عاديه. صافي انا ملي شفت في الام ديالهم عاود شفت في ديك العيال صغارين، برتهم كيشوفوا فيا واحد الشوفه اللي بحال مخلوعه. واحد الساعه كنحس بشي واحد ادى لي من ظهري. ملي رجعت بحال هكا ما كندبر حتى شي واحد وانا نرجع. واحد الساعه كنحس بشي واحد دفعني، طحت من الترونسبور، تجرحت من يدي وتجرحت حتى من رجلي. نتوما كتعرفوا ديك طيحات الغفله ما عندك كيفاش تكالي فيها. نتوما عارفين بلي الترونسبور كان عالي شي شويه، وملي طحت انا ما كنتش كنتحرك، ما كنتش كنهضر، ما كنت حتى شي حاجه. يعني فيا الحريق ولكن ما كنهضر ما حتى شي حاجه، واصلا ما عندي معاهم النظر. حتى ديك المراه وديك جوج العيال اللي كانوا تما بغيت نهضر معاهم ولكن ملي دورت بعيني ما كندبرهمش. حتى واحد الساعه كيوقف عليا واحد الراجل، بغيت نميز الملامح ديال الوجه ديالو ولكن والو ما عرفتوش والوجه ديالو جالي في شكل الساعه كينطق. قال لي علاش قتلتي ولدنا؟ علاش هزيتيه وسيبتيه؟ علاش عذبتيه؟ وهاد الهضره هادي بقى كيعاودها. ومن الهضره ديالو كان كتخرج واحد النسمه اللي قبيحه. حتى النفس ديالي انا ما قادرش نطلعو بالسبات ديك النفس هذاك، راه كان نسمه قبيحه بزاف. هو كيهضر وكتزيد تقهرني. حتى واحد الساعه غادي ينطق قال لي اسمعني، راه صاحبك دابا هو جا وانا غادي نمشي بحالي، ولكن عقل على هادشي اللي قلت لك دابا وما تنساش. في ملي تحرك ديك السيد هذاك اللي هو اصلا كان من الجن، جا المساعد ديالي وشافني في ديك الحاله قال لي: لا باش واقع لك ومالك مضروب في يدك ومالك الوجه ديالك صفار ومضروب، واش وقع لك شي حاجه واش طحتي؟ صافي انا بديت كنعاود له كلشي. قلت له على حسب ديك العيال اللي كانوا تما وعلى حسب ديك الراجل اللي وقف معايا وديك اليد اللي سيباتني فوق الكار، عاودت له كلشي. ولكن هو ملي سمع هادشي هذا كامل بقى كيضحك. قال لي: اش كتخربق الشريف؟ هادشي جاني خرافات، واش باقي كتهلوس؟ باقي مريض؟ مشي شوف لك شي طبيب نفساني ولا شي حاجه. لا حيتاش بزاف هاد الايامات رجعتي كت كتوهم، كتهلوس، كتقول شي هضرات اللي ما كاينينش، كتشوف شي حوايج اللي انت بوحدك كتشوفهم. مشي شوف لك شي طبيب نفساني. كنقول له: اقسم بالله العلي العظيم الا هادشي شفتو وهادشي انا عايشو. قلت له: اسمعني يا الشريف، قلت له: عقلتي هذيك النهار اللي كنت ضربت ديك الحيوان في الطريق؟ قال لي: عاقل، هذاك ولد من ولاد الجن وانا اللي قتلته وهما دابا بغاو ينتقموا مني. ديك الساعه المساعد ديالي بقى كيشوف فيا وطلق واحد الضحكه ديال حتى هي كتخربق الشريف. وقيلا نتينا شويه حمقتي. وباش نقول لكم بلي انا المساعد ديالي راه ما جابش الميكانيك معاه، وحيتاش حتى واحد ما بغا يجي معاه في هاد النص ديال الليل، ولكن جاب مع ديك البياسه هذيك وركبنا ديك البياسه وكملنا الطريق ديالنا. من مورا هادشي هذا كامل دا جوج سيمانات. حتى واحد النهار كنتفاجأ بواحد الخبر باللي بني خرج مع الام ديالو للسوق، فلتنا من يد ديالها ضرباتو طونوبير ومات في البلاصه. اما الولد ديالي الثاني كان كيمرض بزاف، كان كيضرب مثلا واحد شهر في المرض وملي كيتشافى عاود كيمرض مرض اخر. اما الزوجه ديالي كانت فيما كتحمل كيطيح لها الحمل ديالها. المهم دوزنا العذاب وانا ما عرفتش هاد الشيء هذا اللي وقع واش هو انتقام من الجن اللي اديت لهم بنوم وقتلته. وكنظن بلي داكشي اللي كاين. المهم الاخوان، هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم وكنتمنى تعجبكم. واذا عجبتكم ما تنساوناش بواحد الجيم باش كتفرحونا وكنزيدو نعدلو قصص جداد. وما تنساوش الاشتراك اللي هو ضروري باش يقدر يوصلك اي جديد ملي ننزلو. وتحياتي لكم ونتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله يا ربي.